السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. بقالي فترة ما نزلتش على القناة. جيت النهاردة عملت فيديو هيعجبكم جدا جدا. لقمة القاضي بطريقة ممتازة جدا عملتها، ناجحة قوي قوي قوي. ده شكلها النهائي، شكلها يجنن، والفينيش النهائي بتاعها حلو قوي ومقرمشة كمان. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. دي لقمة القاضي دريم، حلوة جدا بجد، ممتازة فوق الممتازة. هي العبوة جواها كيسة دقيق وكيسة خميرة، معيارها كوباية وربع. الدقيق بتاعها هعيرها معاكم. هجيب مج كبير عشان لو حابين تعملوها بالطريقة العادية تعرفوا المعيار بتاعها. عملت قد ايه دقيق على كيس الخميرة، بس بجد هي نتيجتها ممتازة جدا جدا. انا عيرت اول كوباية، وبقية العبوة هيبقى بالظبط حوالي ربع كوباية بالظبط، او اقل من ربع بحاجة بسيطة. وطبعا محطوط لها سكر وملح، يعني بتبقى معلقة ممسوحة سكر وزيها مثلا ملح، او اقل من المعلقة ملح. واحط كيس الخميرة، وهكون مدفية كوباية ونص مية دافية مش سخنة، علشان تديني نتيجة حلوة قوي قوي للخميرة بتاعتي، ومع السكر والملح تتفاعل وتخمر معايا كويس جدا. اهم حاجة في لقمة القاضي ان هي تخمر معايا. هفضل احط المية بالتدريج لحد ما تبقى سايلة معايا خالص. هما كاتبين على العبوة كوباية الا ربع مية. لا طبعا هي اخدت معايا كوباية ونص مية، او كوبايتين الا ربع، لغايه ما كانت يعني ما سالت كده في ايديا وكانت عامله زي الميه. هفضل اقلب لغايه ما تسيل في ايديا اهي. شايفين كده خفيتها هتبقى خفيفه خالص، بس مش قوي برضو. انا مش عايزاها تبقى زي الميه قوي، انا عايزاها تبقى متماسكه شويه، تقيله شويه، علشان لما احطها في الزيت تبقى تخمر معايا، او تديني قرمشه لقمه القاضي اللي بتتباع في المحلات. اهي شكلها، ده شكلها. هسيبها بالظبط ساعه بالظبط تخمر معايا. هغطيها كويس جدا، انا هغطيها بغطا وفوطه، وهسيبها ساعه علشان تخمر معايا وتديني نتيجه حلوه قوي، وتبقى طالعه خمرانه. لما احطها في الزيت تبقى مقرمشه وتنفش معايا. بعد ساعه بالظبط، هما كاتبين ساعه الا ربع، لا سيبوها ساعه. وبعد كده شيلوا الغطا والفوطه، هتلاقوها خمرانه كويس جدا جدا. ده شكلها بعد ما خمرت، تبقى يعني شكلها كده مفرغ كده، فيها هوا. دي كده تبقى ناجحه قوي معايا. وهجيب انا معايا جهاز لقمه القاضي، اللي ما عندهوش يعمل في كيسه عاديه جدا. بعد ما يحط العجين زي ما انا هحط كده في الجهاز، يبقى يقص الكيس من تحت فتحه صغيره جدا. هو بصراحه جهاز لقمه القاضي طلعهالي حلوه قوي، وطلعهالي متساويه بحجم متساوي. وبرده الكيس هيديني نفس النتيجه. هقول لكم تعملوها ازاي بالكيس. وهحط الزيت على النار، هدفيه شويه، مش هخليه بارد. لو عايزينها تبقى ناجحه جدا وتخمر بسرعه جدا، الزيت يبقى دافي مش بارد ولا سخن قوي. وهجيب المقص، علشان انا ممكن اعمل من غير المقص، بس علشان اخلي لقمه القاضي معايا كلها قد بعضها ومتساويه وبشكل دائري. هجيب المقص واحطه في الزيت، وهمسك الجهاز، هفتح الجهاز، اتك على الجهاز بايديا كده مكان ما انا ماسكاه. هيفتح لي فتحه قد دايره لقمه القاضي، وهقصها بشكل متساوي علشان تديني شكل الدايره، او شكل لقمه القاضي الجاهزه اللي احنا بنجيبها من المحلات. وهخلص الكميه بتاعه الطاسه بتاعتي او الحله اللي انا حطاها، اكون حاطه زيت كافي عشان تطلع معايا مقرمشه. وزي ما قلت لكم، شايفين الزيت انا مدفياه، لو هو مش دافي مش هيديني الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا جربتها على زيت بارد، ما ادتنيش نتيجه حلوه خالص. ادتني خلت لقمه القاضي مش منفوشه معايا، كانت عامله زي العجينه ومكبوسه. هخلص كل الكميه، وبعد ما اخلصها هجيب المعلقه اللي انا هقلب بيها، وهفضل اقلب باستمرار
لو انا عايزاها تطلع كلها مقرمشه ولون واحد، علشان كل ما هقلبها بس لما اتاكد ان هي نفشت معايا. هفضل اقلب 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 باستمرار علشان تبقى كلها سوا واحد، ما يبقاش جنب مستوي وجنب لا، وجنب لون وجنب لون. شايفين لونها عامل ازاي؟ كان لونها تحفه وكانت ناجحه قوي، كانت مقرمشه جدا جدا من بره، ومن جوه طريه، كانت جميله جدا زي الجاهزه بالظبط. بجد كانت ناجحه معايا قوي 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 زي الجاهزه وافضل واحلى. ده بقى شكلها بعد ما طلعتها وحطيتها في اطباق التقديم اللي انا هقدمها لولادي او للضيوف. هبتدي بقى ازينها باي حاجه عندكم. انا هحط صوص شوكولاته وصوص توت وصوص فراوله، دول بيتباعوا عند مستلزمات الحلواني. لو حابين تحطوا عسل نحل زي ما انتوا عايزين، تحطوا سكر، شربات، اي حاجه انتوا عاوزينها. هبتدي ازين كل طبق بشكل. انا عندي ولادي بيعشقوا الصوصات بتاعه الشوكولاته والتوت والفراوله، عشان كده انا عملتها لهم بيها، وعملتها قبل كده بالشربات، وممكن بعسل النحل هتبقى حلوه قوي. اهم حاجه ان انا اطلع نتيجتها النهائيه حلوه قوي، مقرمشه، وطعمها كمان كان تحفه، وازين شكلها النهائي يبقى شكل حلو قوي محبب للعين. طبعا الشكل النهائي مهم جدا جدا في اي اكله او اي حاجه انا بعملها. كل طبق عملته بطعم مختلف. صوص الشوكولاته كان حلو جدا، وبرده الفراوله والتوت، وحطيت برضو سكر، حبيت اغير الاطعام. ده صوص الفراوله زي الجاهزه، كلنا بنجيبها من بره بنفس الشكل كده. طبعا دي اوفر وانضف واحسن طبعا، وانا اللي عاملاها بايديا، وعملت كميه كبيره. الطبق ده هنجيبه بره تقريبا ب10 جنيه او ب15 جنيه. انا عملت حوالي 5 اطباق منها او 6 اطباق. واحط صوص التوت، هعمل بقى طبق تالت بالسكر البودرة علشان اغير الاطعام، كل واحد حسب ما بيحب بطعم مختلف، انا ممكن اعمله عادي جدا. وعملت طبق بعسل النحل وطبق بالشربات، غيروا الاطعام زي ما قلت لكم. ده بقى شكلها النهائي بعد ما زينتها. شايفين شكلها كانت جميله ازاي؟ تحفه، شكلها كان حلو قوي وطعمها كان احلى، وبجد كانت ناجحه معايا جدا جدا. طلعت زي ما بجيبها من عند المحلات، وطعمها كان تحفه، وعملت كميه كبيره. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في قناه يوميات هنا. اشوفكم الفيديو اللي جاي، هتوحشوني.